بس خلاص احنا عاملين دايت ومش هناكل، هما بس شوية سلطة صغيرين. ايوه عاش عاش. هي البطة دي بتبص لي كده ليه؟ هي تتريق عليا؟ طب على فكرة بقى مش هاكل غير سلطة. هو اللي هناك ده محشي؟ الله، ده وحشني قوي. هو مش المحشي ده يعتبر خضار؟ يعني اكله عادي؟ لا 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 لا، هي السلطة هي السلطة. الله أكبر الله أكبر. مش مهم، نبدأ يوم السبت بقى. هو انا اخدت دواء الضغط؟ دكتور عبد الله، حضرتك منورنا. اهلا وسهلا. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ هل ينفع مريض القلب فعلا ياكل اكل دسم؟ ولو ما ينفعش يقدر ياكل ايه؟ بصراحه دكتور اسلام، كل اللي في المشهد كله عادات خاطئه. يعني لو لاحظت كده الاكل كله عباره عن سكريات، مقليات، دهون مشبعه، فرايد والفاست فود والحاجات دي كلها. كله ملح، الاكل كله ملح. لا، الاكل ده غلط لمريض القلب وغير مريض القلب، صح. وفي رمضان وفي غير رمضان بصراحه. بالظبط. فاحنا دايما بننصح الناس، كل اللي شفتوه في الفيديو ده ابعدوا عنه خالص. نقدر نبدله. بالظبط كده. نبدله بايه يا دكتور بقى؟ نبدله بايه؟ طيب اولا الملح مثلا انا بحب استبدله بالليمون، بالاعشاب، بالتوابل. ممكن نغير الملح نستبدله بالتوابل. بالظبط ده كده. شيء رائع. بالظبط كده. انا بفضل اعتمد على النشويات المعقده. حلو. الرز، البطاطس، البطاطا، الرز البني بالذات، الخبز الكامل الحبه. تمام. بحب ابعد عن المشروبات الغازيه والمشروبات الطاقه طبعا. خالص. طبعا. استبدلهم بالميه، بالشاي الاخضر، بالعصائر الطبيعيه. اعتمد في اكلي على الخضار، على الفاكهه. حلو قوي. يعني في المجمل يا دكتور بنقدر ان احنا نجمع كل ده في وصفه واحده مثلا نقدر ان احنا نعملها. يا ريت. انا هعمل لك ده النهارده. يا ريت. وصفه متكامله فيها كل العناصر الغذائيه اللي احنا محتاجينها، فيها دهون صحيه، فيها الياف، فيها بروتين، وفيها كربوهيدرات معقده زي ما حضرتك بتقول. يا ريت. تعالى بينا نشوف المكونات. اول حاجه الخس طبعا سعراته قليله جدا، ال 100 جرام تقريبا 15 سعر حراري، ممكن نزود منه براحتنا في اليوم. اوكي. خصوصا للناس اللي عندهم جفاف في رمضان. تمام. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا التوست البني او التوست الحبه الكامله اللي حضرتك قلت عليه، مش بيرفع سكر الدم بالظبط، وبيساعد على الشبع بسهوله جدا. ناخده خصوصا لمريض القلب طبعا ان هو يقدر ياخد حاجه زي دي حقيقه. عندنا المكسرات. المكسرات طبعا هي صديقه القلب زي ما بنقول. بالظبط. اوميجا 3 مهمه لصحه صح المخ والقلب طبعا. بالظبط كده. صح كده. طيب عندنا ايه كمان؟ مصادر البروتين، صدور الدجاج، ويمكن انا فضلت ان انا اخد صدور دجاج علشان لو فات. بالنسبه بقى للبروتين كمان كمصدر، الزبادي. عشان كده انا دخلت مصدرين بروتين بكميات قليله، ولكن البروتين كمان بيقعد فتره اطول في المعده، فبالتالي بيشبعني لاطول وقت. بالظبط كده. طيب بالنسبه بقى يا دكتور لمريض القلب، هل يقدر يصوم ولا لا؟ طيب ده سؤال مهم جدا على فكره، وعايز اقول لك ان في اعتقاد خاطئ دايما ان مريض القلب ما يصومش، وان الصيام خطر عليه. يعني من الاخر ده الشائع يعني. طيب مريض القلب بصفه عامه احنا بنقول له صوم، يعني صوم عادي. حلو. تحت اشراف الدكتور بتاعك طبعا، لازم تتبع كل التعليمات اللي هيقول لك عليها. لكن في مرضى معين او حالات معينه مريض القلب ما بيصومش فيها. تمام. يعني كلام معقد شويه بس لازم اقوله عشان الناس تبقى عارفه برضه. مريض الشرايين التاجيه اللي ركب دعامات او جاله جلطه في اخر 3 شهور. تمام. مريض ضعف عضله القلب اللي لسه عنده اعراض لضعف عضله القلب زي تورم القدمين وزي النهجان. حلو. ومش مستجيب للدواء. مريض الذبذبه الاذينيه اللي ضربات قلبه سريعه مش مستجيبه للعلاج برضه. المرضى اللي عندهم ضيق في صمامات احد صمامات القلب زي الصمام الاورطي او الصمام المترالي، وعندهم اعراض زي الام الصدر وكده، كل دول ما بيصوموش. حلو جدا. طيب انا لو سمحت لمريض القلب بتاعي ان هو يصوم، لازم يتبع التعليمات اللي قالها له بالظبط. اولا يعني لازم يشرب كميات كبيره جدا من الميه في الوقت اللي هو ما بين الفطار والسحور. تمام. عشان موضوع الجفاف بالظبط كده، والهايبوتنشن وانخفاض الضغط. الحاجه الثانيه ان لازم يلتزم بمواعيد الادويه كلها، حتى خصوصا ادويه السيوله. حلو. الحاجه الثالثه والاخيره ان هو الوقت اللي صايم فيه ما يتعرضش لاجهاد شديد، ما يتعرضش للحر، لان دي نقطه مهمه جدا. وده بنبه على مريض القلب اكتر في رمضان ان هو يوقف سجاير وما يتعرضش للستريس. والكافيين برضو مهم جدا. بالظبط. يعني الكافيين في ناس كتير بتفطر اصلا تفطر على كافيين. لا طبعا ده مشكله. حضرتك طبعا تعلمنا يعني ان الكافيين على الريق بيرفع الكورتيزول، فبالتالي ببقى طول اليوم في شراهه للحلويات وطول اليوم بفتح. بالظبط. وده بيبقى خطر جدا على مريض القلب. كمان الاعراض اللي بيسببها الكافيين اللي هو لما بشربه بعد الفطار على طول مقلقه جدا. ضربات قلب سريعه ونهجان والم في الصدر،
مبقاش عارف انا ده من الكافيين ومن المشروبات الغازيه ولا انا مش عندي مشكله لازم اتوجه لدكتور يعني. تمام. طب يا دكتور دلوقتي بقى بالنسبه لمريض القلب اللي صاب، هل في علامات معينه يقدر ان هي لو ظهرت على المريض ده يتجه للطبيب فورا؟ طبعا. اولا احساسه بصداع شديد جدا، تمام. لازم ساعتها على طول يقيس الضغط، عشان لو ضغطه مرتفع جدا لازم يتوجه للمستشفى. لو جاله الام في الصدر، خصوصا لو الالام دي قعدت فتره اكتر من 10 دقائق ومع الادويه او الادويه تحت اللسان او الموسعات الشرايين مفيش استجابه. لو حس بنهجان شديد لدرجه ان هو مش قادر يعني يتنفس ولا ينام على ظهره ولا يتحرك، في الحالات دي كلها لازم يتوجه للمستشفى والطوارئ بالذات يعني، وهناك بقى بيتعملوا اللازم. يقدر ان هو يفحص بقى ويشوف العلامات اللي ظهرت دي. بالظبط كده، الدكتور بيفحصه، بيعملوا رسم قلب، بيعملوا ايكو، تحاليل، ويشوف لو محتاج يتحجز حتى في المستشفى ان هو ياخد علاجات او كده، ويوقف الصيام طبعا. تمام. بس طيب بالنسبه بقى يا دكتور للتمارين، اتمرن امتى في رمضان؟ وده يمكن سؤال بيحير ناس كتير جدا، وعايز اقول لك ان الناس كلها بتتلخبط. اتمرن قبل الفطار ولا اتمرن بعد الفطار؟ بالظبط. طب بعد الفطار بقد ايه؟ طب قبل الفطار بقد ايه؟ الكلام ده كله. طيب هو الموضوع بسيط جدا. حضرتك عايز او هدفك ايه من التمرين؟ تمام. عايز تنزل في الوزن، هتلعب كارديو، هتشيل اوزان خفيفه، يبقى هتتمرن قبل الفطار بساعه. طيب لا، ده انا هدفي من التمرين ان انا اشيل اوزان تقيله وبناء عضلي، يعني انا ببني عضلات وبتمرن يعني هاي انتنسيتي يعني. خلاص ساعتها لا، تمرينك هيبقى بعد الفطار بحوالي ساعتين ل3 ساعات. فهو الموضوع بيختلف على حسب انت عايز ايه من التمرين يعني. حلو قوي. طيب بالنسبه بقى للناس اللي بتخش التمرين وقبل التمرين بتاخد مشروبات الطاقه، يمكن الناس كتير بتعمل كده، بتنزل سوبر ماركت وبتنزل ان هي تشوف مشروبات طاقه معينه ترفع لها السكر وشايفه ان دي طاقه، ولكن بالعكس الموضوع بيحصل له ان هي بترفع السكر فجاه وبعد كده بيحصل له هبوط. بالظبط. هل الموضوع ده هيبقى كويس بالنسبه للناس؟ بص، انا عامه بحذر الناس من مشروبات الطاقه دي برضه في رمضان وفي غير رمضان. ليه؟ هي كافيين كتير جدا، سكر كتير جدا، والفايده تعتبر زيرو. طيب احنا دكتور بالنسبه بقى للتتبيله، احنا بدلنا الملح بالتوابل اللي احنا محتاجينها. بالظبط. فلفل وبابريكا وممكن مثلا توم باودر وزيت زيتون، مصدر للاوميجا 3 والدهون الصحيه. بالظبط كده. طيب هنحطها في الفرن او في الاير فراير لمده 30 دقيقه على 180، وراجع لحضرتك تاني في ثواني.